بص لو انا طلعت لك في الفيديو ده يبقى اكيد انت عايز تتعلم انجليزي، يبقى اكيد انت عاوز تتعلم انجليزي. ركز معايا وان شاء الله مش هضيع لك وقتك في الفاضي. اي فيديو هعمله لك هو ليه فايده كبيره جدا جدا جدا، مش هتلاقيه في اي مكان. هعمل لك سلسله كلمات ليها استخدام يومي مهمه جدا. قررت اصمم سلسله كده اعملها حلقات كل يوم. يا ريت تخش تبص بس على فيديو من فيديوهاتي، بصه واحده بس، مش هضيع لك وقتك، واتفرج على نفسك في خلال فتره قليله هتكون المستوى بتاعك راح فين. شوف دي الحلقه الاولى من سلسله كلمات انجليزيه مهمه في استخدام يومي. اوكي، بص كده. every، كلمه every دي معناها كل. معناها ايه؟ كل، لها استخدام حلو قوي. every، بص every، قول معايا every. لو قلت مثلا، بص بقى، every day معناها ايه؟ كل يوم. day يعني يوم. every day معناها ايه؟ كل يوم. طب لو قلت لك every week، ها، كل اسبوع. طب لو قلت لك every month، كل شهر. طب نخليها كل سنة، every year. يبقى every، هتقول مثلا every day I go to school، كل يوم بروح المدرسة. every week I visit my uncle، كل اسبوع بزور عمي. every month I get my salary، كل شهر بحصل على راتبي. every year I travel to Europe. اوكي، يعني every لها استخدام يومي. قول معايا every، كل. every day، كل يوم. every week، كل اسبوع. every month، كل شهر. every year، كل سنة. حتى لو قلت مثلا every October، كل اكتوبر. every Friday، كل جمعة. اوكي، حط لي بقى every في جملة من تأليفك تحت في الايه؟ في الكومنتس. اوكي، واستناني كل يوم حلقة من حلقات كلمات مهمة ولها استخدام هتفرق معاك جدا. المهم تطبقها في حياتك اليومية. That's it. Bye.